هو طريق طويل يعتريه التعب والضوضاء والازدحام، يمر فيه الفلسطينيون من كافة أنحاء الوطن للوصول إلى المسجد الأقصى، لكن هذا التعب يزول بعد الوصول إلى المسجد والصلاة فيه. نحو 100,000 مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في داخل ساحات الأقصى رغم قيود وتشديدات الاحتلال. وخلال خطبة الجمعة أكد الشيخ محمد سليم أن الأعداد الكبيرة التي شدت الرحال للأقصى تمثل استفتاء حقيقيا على أنها لن تقبل أي اعتداء عليه. أيها المؤمنون، حشودكم التي زحفت إلى المسجد الأقصى اليوم هي استفتاء حقيقي على أن الأقصى أقصاكم، وعلى أن المسرى مسراكم، وعلى أنكم أهل بيت المقدس وأكنافه. الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى قال إن الزحوف التي وصلت للأقصى تغيظ الاحتلال، وإن كل إجراءاته لمنعهم فشلت. الآلاف تزحف إلى الأقصى، وهذا ما يغيظ الاحتلال، وكل التسهيلات التي زعموها غير موجودة. لقد تجاوزنا نحن بهذه السيارة الكهربائية عدة حواجز وعدة تضييقات. على الرغم من المعيقات التي وضعت أمام المصلين، إلا أنهم تهافتوا بأعداد كبيرة، وهو مشهد يفرح قلوب المؤمنين ويغيظ العدو الصهيوني على الرغم من كل محاولاته الخبيثة. بالرغم من الحواجز وبالرغم من التضييقات وبالرغم من المعيقات التي وضعت أمام المصلين، إلا أن الأعداد والوافدين والمرابطين والمصلين والصائمين الذين وفدوا إلى المسجد الأقصى المبارك كانت بأعداد الحمد لله رب العالمين أعداد كبيرة. وأعلنت قوات الاحتلال أنها قامت بالدفع بسريتي احتياط و2000 جندي إلى باقي جنودها في البلدة القديمة والأقصى للتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول. لكن على الرغم من ذلك، إلا أن المسجد الأقصى لا يزال يعمر بالمصلين الوافدين إليه من جميع أنحاء الوطن.